من صغره تسأله نفسك تطلع ايه لما تكبر، يقولك مهندس. والسبب ايه؟ علشان يسافر ويشتغل هناك. انت مش عارف المهندس من دول مرتبه كام في الدول العربية؟ ده من اكتر المهن المطلوبة هناك، بيعد الايام والليالي علشان يحقق الحلم ده. ولما يسافر لازم يسافر مهندس وليه وضعه كمان. ده اللي كلنا عارفينه وطول عمرنا نسمع عنه. لكن اللي بيتقال غير اللي بيحصل دلوقتي بقت الدول العربية بتطرد المهندسين المصريين وملهمش عيش عندهم. والسبب مفاجأة، هتتصدم ايه اللي قاله نقيب المهندسين هناك. يلا نعرف ليه وضع المهندسين بقى كده لما بيسافروا، وليه الدول دي خاصة الكويت والسعودية اللي طبعا اغلبها من العمالة المصرية طارده المهندسين المصريين اللي موجودين هناك. انا آية الوليلي، كمل باقي الفيديو عشان تعرف كل التفاصيل. الساعات اللي فاتت عقد طارق النبراوي نقيب المهندسين لقاء مفتوح مع المهندسين بالنقابة، وحضروا عدد كبير من أعضاء المجلس الأعلى ومهندسين من كل التخصصات. الهدف من الاجتماع ده لمناقشة قضايا المهنة المحورية وقيد المهندسين خريج الكليات أو المعاهد الخاصة اللي مش بيحصلوا على شهادة جودة التعليم والاعتماد من الهيئة القومية لجودة التعليم والاعتماد. نقيب المهندسين قال إن قضية بطالة المهندسين سببها تخريج عدد كبير من الطلاب من المعاهد والجامعات الخاصة، واللي مش بتطبق أدنى معايير التعليم الهندسي واللي تم التغافل عنها لسنين طويلة، ولكننا مش هنغفل عنها النهاردة. ولو ما خدناش أي إجراءات قوية تجاهها هتفضل المهنة في تدهور شديد. النبراوي أكد إن العرض أكتر من الطلب والجودة فيها تراجع، ومن خلال الوقفة الحاسمة دي هيتم تعديل مرتبات المهندسين وبتزداد جودة الخريجين. وده لأن قضية التعليم الهندسي أمن قومي، وإن الدولة هتاخد موقف جيد مع النقابة لأن ده في صالح البلد، لأن المهندسين هم قادة التنمية. وصرح النبراوي إن أغلب الدول العربية أصبحت طاردة للمهندسين المصريين بسبب انخفاض المستوى التعليمي. وفي الموضوع ده النقابة بتوثق علاقتها بالزملاء في اتحاد المهندسين العرب لحل مشاكل المهندسين في الخارج، وده من خلال مهلة لتوفيق الأوضاع. كمان الشهور اللي فاتت تمت مجموعة كبيرة من اللقاءات، وهيتم تقديم نتائجها للجمعية العمومية لاعتمادها نهائيا بعد ما يقرها المجلس الأعلى. وهنا بقى النقابة هتتحرك في تنفيذها بشكل قوي علشان ما تزيدش نسبة البطالة بالنسبة للمهندسين. ومن القرارات دي اللي هيتم عرضها على الجمعية العمومية اللي جاية للتصويت عليها: 1. عدم قيد خريج المعاهد الهندسية التي لم تحصل على شهادة جودة التعليم والاعتماد من الهيئة القومية لجودة التعليم والاعتماد المنشأة، وده اعتبارا من 31/12/2023. 2. عدم قيد خريج المعاهد والكليات الهندسية من حاصلي شهادات الدبلومات الفنية 3 سنين، باستثناء الحاصلين على شهادة معادلة لشهادة الدبلوم الفني بشهادة الثانوية العامة من الجهة الحكومية المختصة، وده اعتبارا من 1/7/2023. كمان عدم قيد خريج المعاهد والكليات الهندسية بمختلف الجامعات، وده ابتداء من الدفعات الملتحقة بها لعام الدراسي 2022 و2023 إلا في حدود عدد 25,000 خريج، وده اعتبارا من 31/12/2027. الهدف من القرارات دي هو تقليل أعداد الخريجين وزيادة جودة الخريج. وعبر النبراوي خلال اللقاء عن استيائه الشديد من المتقدمين لعضوية النقابة وحاصلين على الثانوية العامة قسم أدبي وحصل من الخارج على ما يعادل بكالوريوس هندسة، وشدد إن مفيش قبول عضوية في الحالات دي حتى لو تم اعتمادها من المجلس الأعلى للجامعات. النقابة كمان وافقت على إن الطلاب المقبولين بالكليات والمعاهد الهندسية مش هيزيد عن 25,000 طالب بس السنة دي، وهيطالبوا كمان العدد السنين الجاية يقل برضه. الدكتور عبد الفتاح هاشم أستاذ الهندسة قال طبقا للخطة الاستراتيجية لوزارة التعليم العالي يجب أن يلتحق بكليات ومعاهد القطاع الهندسي ما بين 4.5 و5% من الطلاب الناجحين في الثانوية العامة، وهو ما يعادل 22,000 طالب. وطبقا للمعدل العالمي لأعداد المهندسين وفي ضوء معدل الزيادة السكانية السنوية في مصر، فإن المعدل الطبيعي لأعداد الملتحقين بالكليات والمعاهد الهندسية بيبلغ حوالي 13,000 مهندس سنويا. وطبقا لأعداد أعضاء هيئة التدريس في الكليات والمعاهد الهندسية يجب ألا يزيد عدد الطلاب الجدد بالقطاع الهندسي سنويا عن 20,000 طالب فقط سنويا. بكده كل السيناريوهات بتتفق على نتيجة واحدة، وهو ضرورة تخفيض أعداد المهندسين الملتحقين بالكليات والمعاهد الهندسية.
انت بقى مع الرأي ده وشايف ان ده في مصلحتك كمهندس وهيعيد مكانة المهندس في الدول العربية، ولا شايف ان القرارات دي تعسفية وفيها ظلم لطلاب وخريجين كتير من المعاهد المختلفة للهندسة؟ شاركونا في التعليقات.